الذين يقولون إن هذا الذي يجري من قتل وذبح وسحل وتدمير وتشريد وتعذيب إخوانهم المسلمين في بلاد الشام فتنة، أقول ألا في الفتنة سقطوا. والله الذي لا إله إلا هو، إن الفتنة هو أن يعرض المسلم عن القيام بما أوجب الله عليه، والله يسأله عن نصرته لإخوانه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاء هو الحب والنصرة، فأين المحبة وأين النصرة؟ والأمر الآخر أن مثل هذا العمل إذا لم يبرهن الإنسان كما قلت آنفا إيمانه فيه، فقل لي بربك متى يستطيع الإنسان أن يظهر بما ينبغي له وأن يبرز حق إخوانه عليه؟ وإني لأعجب كيف تداعى الصفويون من إيران، وكيف جاءت الحافلات من حزب الله من جنوب لبنان ودخلت للمشاركة في الذبح والقتل والاغتصاب، ما عاد سرا وما يوم حليمة بسر. جاءت قوات الحرس الثوري وقياداتها تشارك وتنظم وتخطط وتدرب وتتمركز في مواقع داخل بابا عمرو وداخل حمص وداخل مواقع في الرستن وفي دوما وفي مناطق أخرى، وذبحت واغتصبت وفعلت. جاءت الحافلات من جنوب لبنان وقطعت الطريق حتى على بعض قوات من الجيش الحر. ما الذي يفعل هؤلاء؟ إنه الولاء فيما بينهم، إن الولاء الذي جعلهم يفرحون بأن يقيموا قبرا ضريحا كبيرا لمن سموه بابا شجاع الدين الذي قتل عمر بن الخطاب، وجعلوا له مزارا كبيرا يحج ويذهب إليه، إن أولئك يفعلون ولاء يحقق بعضهم لبعض ما يتمنون. ما نسينا من لعنوا عائشة، هم الذين يذبحون في الحرائر ويغتصبون المسلمات في بلاد الشام. ما نسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص أهل الشام بخالصة من الوحي والذكر، وإذا فسد أهل الشام فلا خيار فيكم، سلام من صبا برداء رقوا، ودمع لا يكفكف يا دمشق، دمشق ألست للإسلام ضئرا، ومرضعة الخلافة لا تعق، وفي القتلى لأقوام حياة وفي الأسرى فدا لهم ورق. يا معاشر المسلمين، يا أمة الإسلام، يا أمة المليار، متى نفيق؟ إن الذي يقطع قلوبنا أن تجد شابا لا هم له إلا أن يعرف من الذي انتصر، ريال مدريد ولا شتوتغارت ولا برشلونة ولا غيره، ولا يعرف الذين يقتلون صباح مساء في بلاد الشام. أهذا إيمان؟ أهذا إسلام؟ أهذه نخوة؟ أهذه عروبة؟ والله إن كفار قريش والجاهلية لو علموا بمذبحة في الكلاب والحمير والبهائم لجردوا سيوفهم وسلوا الصوارم وذهبوا لينقذوا بهائم تذبح بغير حق، فما بالك بمسلم يصلي ويسجد ويركع يذبحه ويلعنه ويسجنه الذي يقول لا إله إلا بشار. الذي يقول لا إله إلا بشار يذبح الذي يقول لا إله إلا الله، والذي يقول لا إله إلا بشار يغتصب التي تقول لا إله إلا الله، والذي يقول لا إله إلا بشار يطارد ويعذب ويدمر ويقصف من يقول لا إله إلا الله. فإن كنا أمة لا إله إلا الله فماذا قدمنا لهؤلاء؟ ماذا فعلنا لديننا؟ ماذا فعلنا لعقيدتنا؟ الصفويون المجوس من إيران تحركوا بكل ما استطاعوا، بذلوا أموالهم، حكومة عناد وإصرار لتطويق المسلمين ولذبح أمة الإسلام. أين هذا؟ لقد انكشفت الممانعة وانكشف الخداع، وصدق شيمون بيريز، صدقنا وهو كذوب يوم أن قال إن المكان الآمن للصهيوني أو لليهودي هو الجولان الذي يحرسه نظام الأسد. منذ 37 عاما لا يجد يهودي مكانا أكثر أمنا من الجولان، حيث حرسه ذلك النظام الذي يدعي الصمود، وحزب الشيطان وحزب اللات الذي يقول كل الخيارات مفتوحة وسنفعل وسنفعل، ويصرخ من أجل غزة ويصيح من أجل غزة. ها هم الناس يذبحون الآن في بلاد الشام. ماذا قدمتم؟ حركتم الباصات من أجل أن تحولوا بين دعم إخواننا ونصرتهم. لذا فإننا نقول الذي يقول إن هذه فتنة، نقول والله بل هو الصمت على فعل المجوس وعلى كيد أولئك الذين يلعنون الصحابة ويقذفون عائشة بالزنا والفاحشة. ولا ينبغي لمسلم أن يتهاون في هذا الموقف. والله لا خير في الحياة إذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وعن المقدور لا ينجي الحذر، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد،
لنفسي حياة مثل أن أتقدمها. أرسل إلينا أحبابنا من داخل بلاد الشام وهم يواجهون بصدور عزل وبأسلحة متواضعة تلك الدبابات والترسانة الثقيلة، ويقولون علمنا أنكم في المملكة العربية السعودية تقنتون في المساجد وفي الصلوات وتدعون وتجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء، فإنا ندعو لكم مع كل طلقة نصوبها دفاعا عن عرض المسلمات والأطفال والحرائر. ودخل إلى عدد من مواقع اللاجئين 9 أطفال قطعت ألسنتهم. أطفال تقطع ألسنتهم ليه؟ الطفل الذي يهشم وجهه ليه؟ هذه المشاهد التي رأيناها قبل قليل في طفلة تصيح وتتكلم والجراح منها تنزف ليه؟ بأي ذنب قتلت؟ ما الذي حل بهؤلاء؟ مصيبة ما بعدها مصيبة. أقول إن البخيل والشحيح والجبان هو الذي يتردد في الدعم في هذه اللحظة. لا سود لا بيض الله وجه البخلاء. اللهم لا تجعل لبخيل بركة في ماله. اللهم من ملك مالا وقدرة في البذل والعطاء ثم بخل عن نجدة إخوانه، اللهم لا تبارك له في مال، ولا تبارك له في عقار، ولا تبارك له في دار، ولا تبارك له في تجارة. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم من أنفق وبذل وسعى ودعا وأعطى وساهم وحرض إخوانه على البذل والعطاء والجهاد، فإنا نسأل الله له سعة الرزق وصلاح النية والعمل والذرية وحسن الخاتمة، وأن يخلف الله عليه عز وجل بأوسع الخلف الجزيل. أحبتي، إن الله عز وجل له حكمة بالغة في تأخر هذا النصر. تقولون لماذا؟ حتى تيأس القلوب من هيئة الأمم، وتيأس النفوس من مجلس الأمن، وتيأس الأرواح من الحكام والشعوب، ولا يبقى الأمل إلا في الله حتى